الكوسة هيحبوها بالطريقة دي. طريقتها خفيفة على المعدة وسهلة وبسيطة، هيحبوها إن شاء الله. أتمنى تعجبك الطريقة، واشتركي لي في القناة وعلى الجرس لو عجبك الفيديو. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هعمل لكم وجبة غدا سريعة إن شاء الله تعجبكم بطريقة سهلة وبسيطة. بالكوسة والفراخ وحشوة الفراخ. معانا الكوسة ومعانا مية حطينا على البوتاجاز اهي. المية دي تغلي، بعد كده هنقطع العلق بتاع الكوسة ده اهو، والحتة دي. بعد انا عملتها بالمقورة بالشكل ده كده اهي. هحطها بقى في المية لمدة 3 دقايق واطلعها. المية قربت تغلي اهيت بالشكل ده كده اهي. حطها بالشكل ده كده. اهي الكوسة على البوتاجاز، هي مش عايزينها تستوي قوي، هي يا دوبك تطرى بس. وهنطلعها يعني لمدة دقيقتين او 3 بكتير، وهنشوفها برضو. المهم انها ما تطرش مننا قوي. معانا طاسة هنا فيها شوية زيت، هننزل عليها بالبصل. نزلت بالبصل بالشكل ده كده. معانا صدر فرخة مقطعاه ناعم كده، هنزل عليه بالبصل. نزلت بنص صدر الفرخة بالشكل ده كده على البصل. لأن الفراخ تاكل في السوا هنزل بمعلقة ثوم الثوم اهوت بالشكل ده كده اهو. اديه تقليبة. نزلت قرنين فلفل أخضر وأحمر بالشكل ده كده، نديهم تقليبة. بالشكل ده كده كده. معانا حبتين طماطم برضه هنحطهم عليها. بالشكل ده كده. معاها التوابل ملح وفلفل. معانا نص معلقة من الفلفل البهار أو معلقة صغيرة عشان وقتي. بالشكل ده كده. ادي الملح والفلفل الأسمر. ادي حبة الفلفل ونص معلقة من الفلفل البهار وشوية ملح، وأي توابل انت حباها ممكن تحطيها براحتك. بالشكل ده كده هنبدأ نحشي بالشكل ده كده في قلب الكوسة. هنحطها في الصينية بالشكل ده كده. هنبدأ نحشي بالشكل ده كده اهو برضو. بعد كده هنجيب صلصة طماطم ونحطها عليها، وان شاء الله ندخلها الفرن بالشكل ده كده اهو. هنحطها في الصينية بالشكل ده كده. انا حشيت الكوسة بالشكل ده كده اهيت. هحط عليها الصلصة وادخلها الفرن. الصلصة انا فرمت الطماطم وسبكتها شوية،
طبعا الكوسة بالشكل ده كده. انا حطيت الصلصة على الكوسة كده، هدخلها الفرن وبعد ما تخرج من الفرن اوريها لحضراتكم. دي صينية الكوسة بعد ما خرجت من الفرن بالشكل ده كده اهي. اتمنى تعجبكم مع شوية رز بالشعرية اهيت. دي صينية كوسة بالصدور الفراخ بس تحفة والله، جميلة بالشكل الجميل ده اهي. هتحبوها واولادكم هيحبوها بالطريقة دي بالشكل ده اهي. طريقتها سهلة وبسيطة، دي أكلة سريعة مش هتاخد منك وقت. قدم الكوسة مع شوية رز بشعرية بالشكل ده اهي، هتعجب الأولاد إن شاء الله. طريقتها سهلة والكوسة طبعا مفيدة بالشكل ده اهو. دي كوسة بصدور الدجاج أو بصدور الفراخ، هتعجبك إن شاء الله وتعجب الأولاد. أتمنى الفيديو يعجب حضراتكم بالشكل ده اهي.